سي دي أو تسجيل لأحد هؤلاء رجال الدين يتحدث عن إخواننا الشيعة بطريقة أنا أعتقد أني بريء منها، وأنا بريء منها، وأعتقد أن الملايين والملايين من أهل السنة يتبرؤون من مثل هذا الكلام ويحتقرون قائله ويعتبرونه لا يمثلهم. للأسف أن هذه القناة اسمها الخليجية، وكما يعلم الجميع الخليج بلاد بها سنة وبها شيعة، فلا أعرف كيف لحكوماتهم سمحت لمثل هذه البذاءات أن تظهر على شاشة التلفزيون عبر قناة تسمي نفسها الخليجية. كيف تسمح الحكومات العربية، الإعلام، السلطة الأخلاقية، مدير القناة، أصحاب القمر أن يظهر مثل هذا الكلام؟ فنشاهد الكلام مع بعض، كلام هذا المأتوه، وبعد أن نشاهده سنعلق عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم أعلنا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم ارزقنا الشهادة على أعتابه، اللهم ارزقنا الشهادة على أعتابه، اللهم ارزقنا الشهادة على أعتابه. اللهم انصر إخواننا أهل السنة بفلسطين، اللهم انصرهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم وأطعم جائعهم واسق ظامئهم واستر عاريهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كرب المكروبين بغزة وبأرض فلسطين من المسلمين من أهل السنة والجماعة، وانصرهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض. اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم جمد الدماء في عروق مرجعياتهم وإمتهم وعلمائهم. اللهم سلط عليهم الغلاء والبلاء والوباء، اللهم جمد الدماء في بطونهم وظهورهم. اللهم سلط عليهم السرطان، اللهم سلط عليهم السرطان. اللهم احفظ بلادنا منهم، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر منهم، اللهم احفظ المملكة العربية السعودية منهم، اللهم احفظ الكويت منهم، اللهم احفظ البحرين منهم، اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا من الروافض. اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض. اللهم طهر أرضنا منهم، اللهم انصرنا عليهم، اللهم انصرنا عليهم. اللهم إنهم تطاولوا على كتابك، اللهم إنهم تطاولوا على كتابك، اللهم إنهم تطاولوا على كتابك، اللهم إنهم تطاولوا على نبيك. اللهم دمرهم تدمير. هذا الكذاب الذي يبكي هو طبعا يبكي بمشهد تمثيلي قذر. حتى الذي لاحظت دعاءه على اليهود لم يدعو على اليهود الذين اغتصبوا فلسطين بعشر دعواته على أهلنا الشيعة. دعوات أنا ما بعتقد هذا يعني هذا رجل أنا أجزم إنه أما مكلف من الماسونية، أما من اللوبي الصهيوني، أو هذا يعمل لحساب إسرائيل قطعا. هذا الشخص يستحق، يجب أن يمنع من الظهور بالتلفزيون، هذا الشخص يجب أن يحتقر، هذا الشخص يجب أن يرجم بالقنادر والأحذية من أي واحد يصادفه بالشارع، لأنه هذا شخص مثير للفتنة الطائفية، هذا شخص سيء، هذا شخص يكفر نصف أمة الإسلام. هذا يريد أن يمنعهم من أن يزوروا قبر النبي ويزوروا مكة، ويريد أن يدعو لأن تجمد الدماء في بطونهم وأن يصابوا بالسرطان. هو لم يقل هذا الكلام، لم يدعو هذه الدعوات على اليهود، ويريد أن يعني أنا لا أعرف هو لماذا لا يدعو هذه الدعوات على حاكم مصر الذي دمر البلاد ودمر العباد وتسبب بكل الكوارث، وجعل من مصر ممر للغزو لبلاد العرب والمسلمين، وجعل من مصر مكان للتآمر على العرب والمسلمين.